السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم من عرفة، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. ان شاء الله النهاردة هنقدم السفرول بطريقة لذيذة جدا. بطريقة دقيق اللي هو الدقيق الاسبونج. هتعمليه بايدك في بيتك. بكل تفاصيله هشرحها لكم النهاردة في الفيديو. هتعملي الدقيق الاسبونج ده بايدك، مش هتشتريه، وحاجة تكون رخيصة. والنتيجة اديكوا شايفينها، العجينة والكيكة معايا طلعت 100%. أهم حاجة حضرتك تتابعي معايا الفيديو للنهاية. لو حضرتك جديدة معايا في القناة، اوعي تنسى الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصل كل فيديو جديد أنا بقدمه. واهم حاجه تديني لايك على السسرولي الجميل ده، وشايفين شكله عامل ازاي. طبعا اوعوا تنسوا اسم قناتي باسم ايمان عرفه. واتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وطريقه السسرول ودي ايه السبونش اللي هنعملها النهارده في الفيديو تعجبكم. اوعوا تغيروا الفيديو، وانتظروا الفيديو للنهايه وتشوفوا الجمال اللي انا عاملاه النهارده ده بكل تفاصيله. نسمي الله ونصلي على الرسول، ونبدأ معاكم حلقتي النهارده. هنا انا معايا البيض، معايا الفانيليا، معايا البيكنج باودر، معايا الخل عشان يخلي العجينه بتاعتي او الكيك بتاعي يكون هاش، ومعايا بيض، والمعلقه اللي هي هتخلي السسرول معاكي ينجح معاكي ويبقى مظبوط 100%، زي انا ما وضحت لكم في اول الفيديو، هي اللي انا هوضحها معاكم حالا. هنا معايا البيض، حطيت السكر لو خشن عندك بتضربيه في مطحنة الخلاط. يعني ما يكونش اللي هو ناعم قوي ولا اللي هو خشن قوي. انا عايزاه اللي هو متوسط، يكون ناعم على خفيف، يعني ما يكونش خفيف قوي. طحنة كده متوسطة. وتحطي الدقيق وتحطي النشا وتحطي الخل. ودي بقى المعلقة اللي هتظبط معاكي العجينة، اللي هي المحسن الكيك. لازم المحسن ده يكون شفاف، ابيض شفاف. بس ما تجيبيش اللي هو الابيض اللي تحسيه مقارب للون زي لون الدقيق كده، لان ده بيبقى طبعا مخبوزات الكيك بتاعك مش هينجح معاكي. فلازم المحسن يكون شفاف. فطبعا انا حطيت المكونات هنا كلها على بعضها، اللي هي الخل والبيض والفانيليا، اللي هي المواد السائله بتاعتي، وكمان كان معايا ميه. حطيتها، وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو. وحطيت الدقيق وحطيت النشا وحطيت محسن الكيك بتاعي، وبتضربيه كويس جدا. واهم حاجه زي ما انا وضحت لكم، السكر ما يكونش خشن عشان ما نبوظش الوصفه معاكم. هنا كده انا بعد ما ضربتها كويس جدا بالمضرب، حطيتها في صينيه، وكنت حاطه عليها ورق زبده عشان الكيك بتاعي ما يلزقش معايا. وهنا ملحوظة طبعا، قبل ما تبتدي في أي حاجة لازم تشغلي الفرن بتاعك. الفرن بتاعك لازم ما يكونش سخن جدا، بتسخنيه على درجة حرارة متوسطة عشان ما تكونش درجة الحرارة عالية والكيك يتحرق معايا قبل ما يستوي. بتحط الصينية بعد ما بتسويها بالشكل ده في الفرن لمدة 10 دقايق، ما تأخريش عن ال10 دقايق، عشان ممكن الكيك يستوي لو سبتيها أكتر من 10 دقايق بيتكسر معاكي في اللف. فانت حضرتك بتحطيها في الفرن بالشكل زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى طبعا الجمال اللي انا طلعته بيه. 10 دقايق بالظبط، حطيت السكينه طلعت كده ما فيش عجينه، فكده العجينه بالنسبه لي انا استوت. 10 دقايق على درجه حراره متوسطه، وما تسيبهمش اكتر من 10 دقايق. لو لقيتي فيها عجينه بتسيبيها 3 دقايق تاني لغايه يما يتعمل، بس ما تسيبهاش مده اكبر من كده عشان ما يتكسرش معاكي. وده طبعا شكل السوسرول بتاع او شكل الكيكه بتاعتي. طالعه بصراحه بسم الله ما شاء الله. خليتها تهدى من السخونيه، وبعد كده شلتي منها ورقه الزبده. ما تقلقيش من اي حاجه تتشال، فحضرتك كده لما تيجي تزوقيها يعني كل ده هيتلغي، فهيديكي منظر جميل. فطبعا بتلفيها على طول وهي لسه يعني خارجه من الفرن، بس مجرد بس السخونيه تطلع منها، وتبدأي تمسكيها بإيدك، ابدأي لفيها وسيبيها على جنب. مستعجلة ممكن تسيبيها في التلاجة، وتاني يوم عادي ممكن تشتغلي بيها. انا اليوم ده انا عملتها من بالليل. تاني يوم على طول الصبح بديت اللي انا احط الكريم الجانتيه بتاعي عشان ازوقها بيها. هنا معايا كوبايتين من الكريم جانتيه، ومعايا كمان كوبايه وربع ميه ساقعه متلجه، وكمان معايا المعلقتين اللي انا وردتها لكم، وده الدقيق اسمه يعني بودره
باستري. إيه فايدتها؟ باستري دي بتخلّي لي الكريم جانتيه يكون متماسك، بس أنا كنت عاملة كوبايتين كريم جانتيه لإن أنا في اليوم ده كنت عاملة سويس رول وكيكة الفادج، فطبعًا أنا خدت نُص الكمية زوّقت بيها وحشيت بيها السويس رول بتاعي، والنُص التاني عملت بيها كيكة الفادج. هنا كده خلاص السوسرول فكيته وخد شكل الوضع الرول، فابتديت اللي أنا حطيت الكريم جانتيه بتاعي وبقيت اللي أنا أوزعها على كل الكيكة بتاعتي. ممكن تلفيها بالعرض وممكن تلفيها بالطول، وبترجع على حسب الرغبة، بس لو بالعرض هتديكي قطع أكتر من أنتِ تلفيها بالطول، وطبعًا دي بترجع على حسب الرغبة. ما تقلقيش من أي حاجة، طبعًا اللي هي الجزء اللي من فوق من الكيكة ده اتشال عشان أنا لفيتها هي وسخنة، فما تقلقيش من أي حاجة، فكل ده مع هتذوقيها هتديكِ شكل حلو. وعملتِ دقيق الاسبونج وأنتِ في بيتِك مش غالي خالص ورخيص. أهم حاجة اوعي تنسى اللايك على الفيديو. هنا حطيت كمان جزء من كريم الجانتيه، ممكن تحطيه في كيس الحلواني وتعمليه زي ما انا عملته، وممكن تحطيه بالمعلقه، اي حاجه متاحه من خلالك، بس اهم حاجه توزعي ويكون الكريم كتير على وش السوسرول. دي حته اجلاسيه من اللي كان عندي متوفر، قصيتها وخدتها كده خدتها بشكل طولي، وبديت ان انا امسح كل الزيادات عشان تساوي الشكل بتاع السوسرول بتاعي اللي على الكريمه. هنا بقى عشان السوسرو يكون بيلمع زي المحلات، حطيت عليه معلقتين من عسل الكلوكوز وخففته بمعلقة مية سخنة، وبعد كده باحطها عليه أول ما بافكها ويكون سايلة كده، وتكون سايلة معايا في اللي أنا أكبها أو أضيفها على السوسرول، باروح ضايفاها. بعد كده كان هنا عندي كريم كراميل أو السكر بمعنى أصح، عملت له كراميل، وبعد كده حطيته في كيس، وفي كيس التلاجة قصيت كده حتة صغيرة، بديت اللي أنا أزوقها، وحطيت بقى فلونكات بتزوقيها بقى على حسب الشكل وعلى حسب الرغبة، وأي شكل بتحبيه ممكن تضيفيه. ممكن تكتفي بالكراميل فقط، شكله برضو تحفة، وممكن تحطيه عليه بسكويت أوريو، أي نوع بسكويت ممكن تضيفيه. هنا القطعة دي أنا قسمتها على 3 قطع، أنا آسفة، قسمتها على 3 صوابع قسمتها بيه، جابت لي كمية جميلة جدًا، زي ما أنتم شايفين، يعني هنا كان كده جايبين لي هنا 6 على الطبق، وفي كان 2 تاني، فكان عاملين لي يعني 8 قطع، و8 قطع كويسين جدًا، فيعني بصراحة طريقة موفّرة جدًا. عملتِ نُص دستة وشوية وقطعتين تاني، يعني نُص دستة وقطعتين في بيتِك بدقيق سبونج اللي إحنا بنشتريه غالي، عملتيه بإيدِك. المقادير سهلة، هاكتبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. بس اوعي تنسوا الاشتراك لو حضرتك جديدة معايا في القناة، وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل جديد أنا قدمته أو أقدمه بعد كده. وأهم حاجة اوعي تنسى اللايك، وعلى أنا باسم القناة إيمان عرفة.